ازيكم عاملين ايه؟ دي حلقه جديده من بودكاست اتزان. في مهندسين ديكور وفي مصطفى مهدي، واحد من اشيك مهندسين الديكور في مصر. شاب صغير ناجح جدا، 31 سنه. ولو انت مهندس ديكور او انت شاب في بدايه حياتك ونفسك تحقق في سن صغير مبيعات 15 20 30 مليون جنيه كل نص سنه او سنه، فده مثال يقول لك ازاي تعيش شاب بمنتهى البساطة والسلاسة، شخصيته لذيذة بكل اتزان، وقادر يحقق نجاحات كبيرة رغم ان سنه صغير. بس المشاريع اللي بياخدها بجد مش صغيرة، رغم ان سنه صغير الا ان الفلوس اللي بتعتمد عليه العملاء وبتديها له فيها برضه مش صغيرة. معايا ومعاكم الجميل مصطفى مهدي. ازيك يا باشمهندس؟ ايه الاخبار؟ انت منورني. ده نورك والله حبيبي، والله ربنا يخليك، العظيم. ليا الشرف ان انا معاك والله. شباب كتير في بداية الحياة بتبقى متخبطة شوية يا مصطفى، اكيد ما طبعا. عندهاش أي فكرة هي مم. هتخلص الجامعة ولا الدراسة اللي بتدرسها دي وتخرج تعمل إيه في حياتها. اوكي. غالبا ممكن ما يكونش عنده شقة، مم. ممكن ما يكونش عنده كلير جولز وأهداف واضحة. واكيد احنا كمان اول ما اتخرجنا من الجامعه تعرضنا للمواقف دي او النوع من التساؤلات ده، اللي هو انا هعمل ايه بقى وهتجوز ازاي واروح فين واجي منين، مم. وهل انا هعرف اركب عربيه كويسه ويبقى شكلي اجتماعيا شيك، هل وانا عندي 30 سنه هعرف ابقى على الاقل محقق ذاتي او واصل للي انا نفسي اوصل له على الاقل في السن ده. مم. اكيد انت ما كنتش عارف. الاول عرفني بنفسك. زي ما قلت لك، احنا الشغلانه بتاعتنا بتحتاج ان الواحد يبقى مر باكسبيرينس كتيره. انا مهندس مصطفى مهدي، متخرج جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، كليه هندسه، قسم تشييد. يعني اصلا كان القسم بتاعي تشييد، ماليش علاقه بالانتيريور بالديكور. ديزاين. لا، اه يعني هو معظم الانتيريور ديزاين بيبقى اركتكتشر، يعني بيبقى معماري. اه انا اصلا سيفل، يعني بيبقى الموضوع اصعب بشويه انت في يعني. العمدان نفسها، في اه، في الاساس الخرسانه نفسه. نفسها. بس ده طبعا يعني باك جراوند وبيز قويه جدا بنيت عليها طبعا الاكسبيرينس بتاعتي طبعا كلها. طبعا. انا بقالي اكتر من 8 سنين اكسبيرينس في الفيلد ده. آه، اول ما اتخرجت طبعا زي اي شاب مش عارف الدنيا هتروح بيك على فين. انت عايز تشتغل في الخرسانات والسايت والكونستراكشن من اول خالص، ولا عايز تعمل الفيلد اللي انا دخلت فيه بقى، اللي انت تعمل الفاين فينيشنج وتبقى راجل. هسألك سؤال. اتفضل. كنت في البداية عارف ان انت تعرف توصل ل 10 و20 مليون جنيه في السنة؟ يعني كان لا عندك طبعا. التصور ده؟ لا لا طبعا خالص. طب كان نفسك يعني ما لو كان حد جه ساعتها قال لك انت هتعمل 20 مليون جنيه في السنة، هقول ده بيهرج يعني صح اه كده؟ طبعا بيهزر يعني مش طب هسألك سؤال تاني. آه. اول ما بدأت حياتك الحاج او الحاجة او حد من الاهل او الاصدقاء عمل انفست معاك اداك فلوس في بداية حياتك يعني، لا ولا على برضه. لا دراعك؟ لا لا، كله على الحمد لله. دراعك. الحمد لله. انا بدأت اشتغل من اول ما اتخرجت، طبعا بعد ما خلصت الجيش وخلصت كل الهاسل ده. بدأت اشتغل في شركات. اشتغلت في شركة اول حاجة. برضو كنت مهندس سايت. الدنيا كان مرتب لذيذ جدا، وكان مرتب محترم بالنسبة لشاب لسه متخرج. كان لكن كام؟ كنت اول ما كنت بدأت ب 6000 جنيه، ده في 2017. حلو. فده طبعا مرتب كان رقم تمام. كويس في امم 2017، شاب لسه متخرج. امم يعني كل الزمايلي اللي لسه متخرجين كان اصلا مش مرتبات لاقيين شغل. ساعتها لا، المرتبات ساعتها كانت ايه، 2000 ونص، 3 اه 4، ده كده كان جامد. بس انا ما شاء الله يعني خدت مرتب حلو في الاول. اشتغلت في الشركة بالظبط شهرين وسبت الشركة. كان
حد يسيب ما فرصه زي دي يا راجل انت؟ ما انا ما لقيتش اللي انا كنت عايزه يعني. انا ما كنتش عايز فلوس يعني. هقول مش هكدب عليك اقول لك ان الفلوس مش احسن حاجه ومش كل حاجه. لكن برضو انا شاب لسه متخرج، بدور اول حاجه على الاكسبيرينس، بدور على الحاجه اللي انا بحبها عايز اشتغل فيها. لازم اجرب كذا حاجه عشان اعرف انا فعلا كويس في ايه، هو هعرف اشتغل في هو ايه. هو كان بياخد مرتب كويس، كان مستواه بالنسبه لزمايله كويس، بس مش ده هدفه. هو انت كان هدفك تلم اكبر داتا ممكنه بالظبط. وانفورميشن. بالظبط. الطموح ده الطموح حقيقة. كان واكلك اه اكتر طبعا انا من كنت عايز اعرف الفيلد ده اخباره ايه، يعني بيشتغل دايره ازاي. ازاي. انا كنت بروح الشغل، بقعد في المكتب، بنزل السايت نص ساعه وبرجع، طب بقعد ما مع عادي مهندسين زمايلي، ما فيش اي حاجه، ما بنعملش حاجه في اليوم يعني. طب ما كان ممكن مثلا يا عم انا اسيب شغلانتي ليه؟ ده انا بقبض كويس ما حلو بقبض كويس، ما كنتش محتاج انا ساعتها القبض قصدي اه تفكر يعني. بفلوس. اه الحمد لله انا من اسره كويسه، ووالدي راجل دكتور، وما شاء الله احنا المستوى بتاعنا كويس، مش محتاج قوي ان انا يعني من اول دقيقه اشتغل واجيب عشان فلوس الفلوس واعمل. لا انا كنت محتاج ان انا حقق ذاتي. يعني اخد اكسبيرينس حلوه، افهم الدنيا عامله ازاي، ازاي تشوف البند ده بيتعمل ازاي تتكلم مع مقاول، ازاي تشتري ماتيريال من سبلاير معين. كانت الحاجات كبيره، فانا ما لقيتش اللي انا عايزه في اول شهرين في الشركه، مع اني مم. كنت باخد زي ما بقول لك مرتب كبير. فسبت الشركه في اول شهرين. بعد كده رحت اشتغلت في شركه تانية خالص. جميل قوي الحته بهدله دي. بقى. جميل قوي الحته اللي فاتت دي. يعني انا يعني انت اشتغلت في بهدله. كنت الاول قبل ما اخش على البهدله، اتفضل. انت كنت عادي راجل قاعد على مكتبك، مم. بتنزل السايت، اسمنتك موجود، حديدك موجود، كله تحت العمال ايدك. موجوده، كل بس حاجه مفيش شغل. موجوده، وانت مش حاسس ان انت بتشتغل. لا ما كانش في شغل يعني، كان اه الشغل واقف. المقاولين ما بتاخدش فلوسها. الشركة كانت بتمر بمرحلة ان هي في يعني أزمة، عثرات. في أزمة بالنسبة لها مالية، وكان الأولوية بتاعتها في سايت تاني، فاحنا كنا قاعدين في السايت اللي احنا كنا فيه، كانت الدنيا فاضية خالص، فالدنيا كانت واقعة يعني. قال لك لا انا قلت لهم بقى معلش مش انا جاي في بهدله. وكنت رايح الشغل ده عن طريق ناس، ويعني كان ولما طبعا عملت حساب الناس اللي انا رحت عن طريقهم دي امم هيزعلوا مني. طب احنا يعني اتوسطنا لك ووديناك شغل كويس والدنيا، فانت هتسيبهم اول شهرين؟ بس اللي حصل بقى. رحت فين؟ فرحت اشتغلت بقى في شركة في تشطيبات صيدليات. امم الشركة دي بقى كانت بتعمل يعني اقوى براندز في الصيدليات في مصر. امم كانت بهدله بقى، كنا بنسافر الغردقه، شرم الشيخ، اسوان، هنا بقى الكلام اسيوط. جه على مزاجك. يعني بقت يعني بص مسكوني ايه من اول كده يعني من اول كده ونضيف زي ما بيقولوا. اتروقت. فهمت الدنيا ماشيه ازاي، واتبهدلت، وكنت باخد مرتب 2000 ونص اه يعني. استنى اه استنى، يعني انت كنت تقبض 6 وقشطه، الشغل ما كانش تقيل، لا ما بس كانش كانت في شغل. الشركه كبيره، بس اه بتمر بعثرات، فانت كان ممكن تستغل الموقف وتكمل ما كانش عادي. يعني، والشركه اللي انا اشتغلت فيها كان ليها اي اسمها. بني ادم بلا طموح اه بلا اهداف طبعا كان هيكمل، هيعمل. ده الطبيعي. حلو. ومش هلوم حد لو هو عمل كده ويكمل في الحاجه زي كده، مش هلوم. انما انت لا بقى، ما جاتش معاك. مش عشان انا جامد برضو، لا مش انت عايز عشان انا تتعلم، عايز انت اتعلم. اصل هقول لك على م- حاجه. انا يعني بشوف ان البني ادمين نوعين. م- واحد زي ما بيقولوا ايه، راضي وكافي خيره وشره، م. وده مش غلط، اه ده طبعا. مش غلط. لا ان في حد تاني عنده طموح. لا بيبقى عندك انا اولويات في الحياه يعني. انا عايز ابقى كبير في م- شغلي، اصل اقول لك على حاجه. في فيلسوف عظيم قوي اسمه مازلو، عمل هرم اسمه هرم الاحتياجات الاساسيه، درسناه في ثانويه عامه، ما اعرفش درست فلسفه ولا لا، مش يعني عارف. اكيد بس مش فاكر قوي يعني. مازلو لما اه عمل هرم الاحتياجات الاساسيه دي، هم 5 كلنا اوكي. محتاجينهم. على راس الهرم من فوق التقدير الذاتي، انا مين، بعمل صح. ايه في الحياه. بالظبط. فانت دي اللي كانت محركاك. انا عايز، لا يبقى انا عايز يبقى المهندس اللي ليه شنه ورنه، مش المهندس بتاع الموقع، م- يعني مش اي مهندس. فانت عشان في سبيل ده خسرت فلوس واتبهدلت. يعني سبت جدا. مرتب ل6 تنزل ل 2000 ونص، ده مرتب ساعتها قليل حتى ساعتها كمان. يعني كان ومع بيزك يعني. ذلك شغل اكتر. بكتير، اكتر بكتير، وفي بهدله بقى وسفر وشغل ما اعرفش عنه حاجه، وبتعلم من الاول وجديد وبقى تحديات كتير، وشغل الصيدليات صعب. تفاصيله كتيره. تفاصيله كتيره قوي. امم الفتره دي اتبهدلت فيها جامد، وقعدت في الشركه دي شويه حلوين يعني، لحد ما بنيت اكسبيرينس كويسه. امم بس وبعد كده جات لي فرصه في شركه اكبر.
شركه بقى بتاعت فاين فينيشنج بحق وحقيقي بقى. شركه كبيره وصاحب الشركه وثق فيا واتكلمنا مع بعض ونزلت اشتغلت معاه على طول. مم. اه هنا بقى انت كنت لميت خبرة الحمد لله كنت لميت خبره كويسه. رجعت تاني على مرتبات كويسة. رجعت على المرتبه، يعني ساعتها انا نزلت تقريبا كان المرتب بتاعي 7000 او 7000 وشويه اه في الشركه الجديده دي. بس الشغل كان احسن، يعني الشغل احسن شغل احسن، ومرتب مرتب احسن. احسن. حجم الاعمال كان احسن، السكيل بتاعه كان اكبر. مم. كنت مسؤول عن 2 سايتس، فالدنيا كانت لذيذه يعني بالنسبه لنا. كانت بالنسبه لي انا كانت حاجه نقله كويسه انت يعني. بتشتغل اوريدي بايدك وعندك بقى بتطبق خلاص اللي الباك انت جراوند بتاعي اتعلمته، كويس، وفي بالظبط. نفس الوقت المرتب بيجازي لحد هنا. رحلة حياة شاب وظيفية طموح وشاطر، ما اكتفاش باللو اكسبيرينس، ما اكتفاش انه يجيله شغلانة فيها فلوس بس ما فيهاش تعليم وما فيهاش تطوير، ولكن قبل انه يسعى ويدور على اللي هو محتاجه. وبعدين ربنا رزقه باللي هو نفسه فيه كبداية، اني ابدأ شغل بشتغل بايدي بطلع منتج، بالظبط. شخص برودكتيف، وفي نفس الوقت باخد السالري اللي استحقه بقى ساعتها يعني. بالظبط. وبعد ما اشتغلت في الشركة دي واكيد عملت فيها شغل كويس وحققت نوع من انواع النجاح. عملت شغل كويس جدا الحمد لله في الفتره اللي انا قضيتها معاهم. قضيت معاهم برضو فتره كويسه جدا، وكان الشغل عملوا السكيل بتاعها حلو. اه اعمال جديده عليا دخلت، بنود جديده عملتها. دخلت في الشغل بقى اللي هو الايه، الاي كلاس شويه. اه ف يعني ايه، اتعلمت حاجات جديده وعمري ما عملتها قبل كده. اه لقيت نفسي ان انا بتعلم وباخد مرتب كويس لكن حصل بقى ان فتره ان الدنيا كلها وقفت فيها، كانت فتره كورونا. اه فتره كورونا دي لقينا نفسنا كان كلنا. ضرب تحت الحزام ده. وكل السايتس بقى في مصر كلها قفلت، كله قاعد في البيت، مم. محدش بينزل الموقع، محدش بينزل. كان احساسك ايه؟ ما خلاص دلوقتي الدنيا بدأت بعد ما كانت الدنيا حلوة والدنيا وردي زي ما بيقولوا، والدنيا الماشية زي الفل، فجأة شات داون. ما كنت حدش اتجوزت بيعمل. ساعتها؟ لا، كان كنت قبل جوازي مفيش 9 شهور ولا حاجة. يعني انت كنت داخل على جواز؟ كنت داخل على الجواز ساعتها. وعملت ايه؟ قعدنا في البيت حوالي 3 4 شهور. بعد كده نزلنا اشتغلنا تاني. طبعا الشغل ما رجعش زي الأول. المرتبات مش لا لا، هي. بصراحة لا، المرتبات كانت زي ما هي. صاحب الشغل بصراحة راجل محترم جدا يعني. كان مرتباتنا بتوصل لنا قبل ميعادها، وحتى واحنا قاعدين في البيت كان راجل محترم يعني. بيتهيألي دي العناية الإلهية، إنه يعني الطيور على أشكالها تقع زي ما بتقول. بس الواحد لما بيسعى وبيعمل شغله بما يرضي الله، حتى لو في أشخاص مسؤولة منه وهو موظف مثلا ولا حاجة، وفي أشخاص سوري مسؤولة عنه، بتبقى شايف إن هو يستاهل إن إحنا الحمد لله الواحد لما يعني لما الواحد بيعمل اللي عليه الناس بتقدر ده. لما الواحد نشتغل مع ناس محترمة كلها الحمد لله. بس احنا لما رجعنا بقى، هو حتى الراجل صاحب الشغل واحنا بنرجع خيرنا عايزين ترجعوا ولا لا يعني. لو خايفين ترجعوا في الظروف اللي البلد فيها ما فيش مشكلة. بس الواحد كان حاسس بالمسؤولية باتجاهه يعني، واتجاه الشغل، ان احنا مش انا قاعد في البيت لأن 3 هو كان 4 بيتعامل شهور. كده. كان راجل محترم جدا، كنت قاعد في البيت باخد فلوس وهو ما بنعملش حاجة، الراجل بيخسر. مم. طبعا بيدي كان مرتبات من مهندس جيبه. والسايت مم. والعمال والمشرفين والمكتب والدنيا، بيدي كل دول مرتباتهم واحنا قاعدين في البيت. اه فبصراحة معظم الناس نزلت واشتغلت يعني عشان الراجل محترم رسالة شكر مني للراجل ده، انا معرفش هو مين بصراحة، بس يعني شكرا مهندس، لكل هو اللي اسمه زيه. مهندس مروان نعمان. يعني راجل ليه صاحب فضل عليا كبير يعني. شكرا يا باشمهندس. فبعد كده الدنيا ما مشيتش احسن حاجه بقى بعد مم. كورونا والدنيا دي. فقررت ان انا اسيب الشركه قبل جوازي ب5 شهور تقريبا. ازاي واحد داخل على التزام وتجهيز مم. وشقة وبيت وعيلة وأسرة ومحتاج كل جنيه وعايز يرسم أحسن وضع، وتاخد قرار إنك تسيب الشركة ليه؟ والله بتبقى في عوامل كتير بتحصل بتخلي الواحد يعني ياخد كنت قرار زي بتدور ده. على تطوير أكتر؟ يعني ساعتها ما كنتش مش حاطط هدف في دماغي طبعا يعني، بس بيحصل فيه كذا حاجه وعوامل بتساعد مع بعض كده ان يحصل الايه،
الانفصال في الشغل ده. اه فحصل كام مشكله وحصل كام حاجه في الشغل خلتنا ما نعرفش نكمل شغل مع بعض. امم فسبت الشغل بكل احترام وكنتش عارف بقى انا هعمل ايه ساعتها. امم يعني سبت الشغل ومش عارف هدور على شغل تاني ولا اشتغل الانديفيدوال بقى لحسابك. وحسابي، ولا ما حسبتهاش. هو في يوم حصل فيه كذا حاجة، طب شكرا شكرا، والدنيا جريء خلصت انت على يا كده. مهدي برضو. هي مش هي الجراءة كويسة برضو، بس في ساعات بتبقى الجراءة مش ألطف حاجة. اقول لك على بس حاجه ربنا سترها معايا يعني. يعني ونعم بالله طبعا، هي اه بتمشي بستر ربنا كده طبعا. كده. بس 80% بتجيب جون. اه الحمد لله الجرأة يعني. حلوه، يعني الفرصه اه اللي انت مش تاخدها غيرك هياخدها. بالظبط. وسبت الشركه. سبت الشركة وساعتها بقى قررت ان انا افتح مكتب لوحدي. مم. كان قبل فرحي ما فيش، وبقول لك 4 5 شهور. طبعا كل الناس، والدي ووالدتي صحابي، انت مجنون. انا بالنسبة لهم انت شخص مجنون. غير متزن. انت اه ازاي قبل فرحك بثلاث اربع خمس بتسيب شهور شغلك بتسيب شغلك وبتبتدي كارير جديد وبتبتدي وبتشيل مسؤوليه اكتر. تشيل ده انت مسؤولية بقى كبيرة ده انت فتحت البيت قبل البيت. يعني اه انا بالظبط. بعتبر اللي عنده شركه بيت ايه ده ده عنده بنك ده بيصرف فيه، فاهم. فالموضوع كان كبير شوية. آه، وبدات وفتحت نشاطك وانا هشتغل. ربنا كرمني بقى ساعتها في واحد صاحبي كلمني قال لي في واحد قريبه عايز يعمل الشقة بتاعته، بيتجوز وعايز يعمل الشقة بتاعته، فايه رأيك تبص عليها وتشرف على الشقة. قلت له قوي مفيش مشكلة يعني بعد ما سبت الشغل على طول بقى مفيش حوالي اسبوع 10 ايام، ولا انا قلت له حاجة ولا هو عارف ان انا سبت الشغل ولا اي حاجة. عارف، انا دايما اقول امم ان اي صاحب شغل علاقته بربنا بتبقى علاقة صريحة، بيبقى هو مديرك. اه طبعا. انا يعني انا صاحب بيزنس بقالي 8 سنين برضو. اوكي. وعمري في يوم ما كنت عارف الامان فين، او الصح فين، او اللي انا بعمله ده نتيجته ايه. مم. كنت بعمل زيك كده، فاهم دايما. وانت على فكره من الناس المحظوظه اللي تحتذي او تحتاز بالعنايه الالهيه، عشان اه تبقى الحمد فاهم. لله. يعني دايما كنت بتاخد الخطوه واللي و... بعدها احسن. يعني بس السعي، يعني انا لو هستفيد حاجه من اللي انت بتقوله، ان سعيك هو مفاتيح ابواب رزقك الزياده دايما. بالظبط. حتى لو بخطوره، يعني ان مم. انت تسيب شغلك قبل فرحك بسنه، ده انت راجل قلبك وبعدين مش قاعد. يعني مش مخطط لها اللي انا هقعد وهسيب شغلي وهدور على شغل وادور على تاني شغل تاني وهاخد شقتين في وافتح السنه ولا ثلاثه. وافتح مكتب واعمل ايه الكلام ده كله طبعا. جات لك الشغلانه آه الاولانيه. اول شغلانه دي برضو كانت فتحة خير عليا. امم عملت شقة شاب وكان عريس، وعملت له الشقة بتاعته الحمد لله. كانت بداية الخير عليا يعني. بس ما كنتش لسه برضو ساعتها محقق ذاتك، يعني كانت لا الشركة طبعا. لسه. تعالى بقى نفهم اكتر عن الحتة بتاعت ازاي قدرت تعمل اتزان او توازن بين حياتك العملية وحياتك المهنية. يعني اكيد هنا انت كنت اتجوزت بقى خلاص. اه خلاص كده كنت اتجوزت. فانت عندك بيت وعندك شركة، عندك مسؤوليات كبيرة جدا، الشركة لسه بتبدأ، وعندك مسؤوليات كبيرة جدا، انك لسه بتأسس بيت. قدرت ازاي توزن المعادلة دي؟ يعني ازاي قدرت تحقق نجاح في انك تستقر وانك تبدأ البيزنس؟ بص هقول لك حاجة، بداية الجواز وبداية الشركة كانوا جم مع بعض زي ما قلت لك. اه فالدنيا في الأول طبعا ما كانش فيها اتزان شوية، ما كانش فيها آه تناسق شوية. الدنيا هتلاقي متلخبطة، وأنا شوية كتير في الشغل وفي البيت قليل جدا. زي ما قلت لك احنا كنا الفترة دي في كورونا، برضو كورونا قعدت معانا سنتين. اه فالدنيا برضو ما كانتش أحسن حاجة بدأ الواحد يفكر طب ممكن نعمل مشاريع تانية، ممكن نفكر في بيزنس تاني جنب انت دماغك البيزنس. شغالة طول ما الوقت ما ما لازم ما بتفصلش. هو ما هو احنا لازم الواحد هيفكر في النكست ستيب بتاعته تبقى عامله ازاي. مم. مش هتفضل واقف في مكانك والدنيا بتقفل حواليك وانت هتفضل واقف في مكانك هتغرق. هتغرق. وانا راجل مش شغال موظف، انا في فيكسد سالري هيجي لي كل اخر شهر، فانا معتمد عليه. لا انا راجل شغال زي ما بيقولوا بدراعي. ارزقي. بدراعي. اه فلو ما فكرتش في افكار جديده هي الدنيا مش هتمشي معايا. طب وكنت متخيل ان انت يعني لو في شاب بيتفرج علينا وبيفتح بيزنس جديد،
اكيد مش متخيل ان هو هيقدر يعمل مبيعات برقم كويس زي اللي انت بتحققه سنويا او كل نص سنوي. عملتها ازاي قدرت توصل بالشركه من الليفل ده للليفل ده وتحتاز النهارده؟ انت ما شاء الله عليك بتشطب الحمد لله. فيلل في ماونتن فيو وفي سودك وفي بالم هيلز وفي ميفيدا، وبتشطب للاي كلاس بيبل، بتطلع الحمد لله. بريميوم وورك او بتطلع بريميوم سيرفيس زي ما بيقولوا يعني. مهم. ازاي قدرت تقنع العملاء دي بيك؟ ازاي قدرت تحقق نجاحات ماديه؟ ازاي قدرت توصل لهم؟ ازاي بتعمل ديلز معاهم؟ كلمني اكتر عن حياه مصطفى السي او. هقول لك، انا اول ما بعد الجواز بشويه، وبعد ما خدت البروجكت بتاع واحد صاحبي اللي هو جابهولي ده، فتحت لي بقى فرص تانية كتير. لما بعد ما خلصت واحد كلمني تاني: انا صاحب الفلاني اللي انت عملت له الشقة بتاعته، وعندي وفرحي قريب، ممكن تبص على الشقة؟ طب تمام، اوكي، يلا نبص عليها. بصينا على الشقة، تمام، طب يلا ديل نشتغل. يعني هي بيبقى وورد اوف ماوث زي ما بيقولوا، بتبقى يعني سمعه. السمعة بتاعتك هي اللي بتجيب الناس ليك. السمعه لا تتنصح ولا تتذاكى، بما يرضي الله. لو عندك معلومه قولها. دي النتيجه، دي النتيجه. هو نفسه ما كانش مبلان لده، يعني مش عامل خطه مثلا ان انا ايه. او احنا الشركه بقى لها قد ايه كده يا مصطفى؟ احنا بقالنا من 2020. انت من 2020، الحمد النهارده احنا لله. داخلين على 5 سنين ان شاء الله. 5 سنين. يعني في 5 سنين شغل قدر يوصل لدخل سنوي انت نفسك فيه. يعني 15 20 مليون جنيه سنويا، ده رقم كويس جدا جدا بالنسبه لشاب عنده 31 سنه. الحمد لله. الله ميرسي اكبر عليك، حبيبي، ربنا يحميك ميرسي، ويحفظك يعني ربنا يا مصطفى. يخليك. ففكره انك تبقى عندك بلان لده، لا هو ما كانش عنده بلان لده. هو كان السعي، كان الاجتهاد، كانت الامانه، كان الاخلاص وحبه لشغله وشغفه بيه. هو لو كان بيدور على فلوس من داي 1 ما كانتش جات له، انا اعتقد هو ده. يا مع واحد مش عارف، بس يعني بنسبة كبيرة كلامك يعني انت لو كنت صح. مسكت في ال 7000 جنيه الاولانيين لا طبعا ما كنتش هوصل اللي انا مش بعمله وصلت دلوقتي، لده. الحمد لله. عايز اسالك سؤال. اتفضل. في مشاكل في مجال الانتيريور ديزاين كتيره، جدا. والمجال ده في ناس بقالين، انا بشوفهم بقالين اوكي. وبياكلوا بعقل الزبون حلاوه زي ما بيقولوا. وفي ناس بجد زيك كده يا مصطفى، عندها فيجن، عندها رؤيه عندها ذوق راقي، عندها القدره من الامانه والتباديل والتوافيق اللي بيعملها في دماغه عشان يقول للعميل بتاعه الصح ايه. لو انا عميل وعندي شقه، ازاي اقيم المهندس اللي معايا؟ ازاي اختار مهندس صح؟ بص، هو المهندس بيبان الشغل بتاعه والهيستوري بتاعه من اول ما بتقعد معاه. ايه بقى علمني يعني، هتقعد انا مش عايز حد يضحك عليا لا الصراحه. لا، بص، انت اول ما بتقعد مع المهندس بيبقى فاهم، بيبان عليه فاهم ولا مش فاهم. بياع كلام ولا هو بيعمل فعلا الحاجات اللي بيقولها، بيفهم السوق كويس، ولا سمع كلمتين وطلع قالهم لك ورمى كام اكسبريشن قدامك، فانت اتوهمت بيه لقيته جامد لا، لازم تشوف اول حاجة سابقة الاعمال بتاعته عاملة ازاي، عمل ايه قبل كده، ايه اول سؤال المفروض المهندس يسالهوني؟ بتحب ايه، ايه النيدز بتاعتك في حياتك عاملة ازاي، شغال ايه، ايه هواياتك، عندك كام طفل. ايه هواياتي؟ يعني انا النهارده مثلا بحب القرايه مثلا، او بحب اتفرج على افلام، يعني دي حلو. هواياتي انا الشخصيه. حلو. ده مثلا كمهندس لما انت تسالني السؤال ده. انا فهمت دلوقتي ان انت بتحب القراية، حلو. فلازم في البيت اللي هعمله لك يبقى والقهوه. فيه. حلو. يبقى انت لازم في البيت اللي انا هعمله لك يبقى فيه كورنر بتاعك، كورنر فيه كرسي مريح، فوتيه، يبقى في اه، جنبك ترابيزه انت بتعمل لي البيت لذيذه. على مزاجي بس من غير ما اعرف. بالظبط، انا بفهم اه. انت اللايف ستايل بتاعك عامل ازاي، انت بتحب ايه، بتحب القرايه زي ما قلت لك، هنعمل كورنر يبقى بتاعك انت لوحدك، دي مملكتك انت لوحدك خالص.
بيبقى في جنبك ترابيزه صغيره، في جنبك اباجوره، عايز تقرا حاجه، عايز تشرب القهوه بتاعتك انا لو مهندس قاعد. ديكور جه قال لي انا هعمل لك كورنر كده عشان تمسك فيه كتابك، واعمل لك لايتس طبعا وبتاع، وكورنر القهوه جنب منه، يا لهوي همضي العقد وانا قاعد. مهندس الديكور صحيح بيفرق، فعلا. مهندس الديكور بيفرق. انا ممكن اي واحد، وخلي بالك دي حاجات من الموروثات عندنا في المغلوطه. قوي. ايه بقى؟ احنا زمان حصري الكلام ده. لا لا، زمان كان ابهاتنا واجدادنا بياخدوا حتة ارض يبنيها، مم. يجيب مقاول، تعالى اعمل لي الكهرباء كذا، اعمل لي السباكة كذا، اعمل لي ايه، شكرا، سكن في البيت. لا بيعتمد على مهندس، ولا بيعتمد على ديزاينر، ولا بيعتمد، كان كله زي ما يقولوا بلدي. بلدي فعلا. ما حدش يعني، ما مفيش اعتقدش ما فيش تصميم. تصميم، ما فيش الفيجن، ما فيش الدراسة اللي انت تقول لك انت بتعمل حاجة دي ليه، ولا بتوزع الحاجات دي. لا طبعا ما كانش فيه مم. الكلام ده كله. مم. فالموروثات دي لحد دلوقتي هتلاقي فيه منها كتير. بس عامله مشاكل. اه طبعا. اه. يعني ما ينفعش انا اجيب مقاول، مع احترامي للمقاولين كلهم والناس محترمه كلهم، لكن مش لا دارس ولا فاهم هو بيعمل ايه، ولا عارف هو بيعمل على ايه. العميل مش عارف، فاهم. عايز اوصف لك احنا كشعب مصري اصلا من ايام الحضاره، مهم. يعني من ايام الفراعنه، واحنا بنائين. لا ده يعني كده، احنا ده حاجه عندنا ما فيهاش شك يعني. اه احنا بنائين دايما. اه ولكن يعني حتى يا اخي الفراعنه كان عندهم يأس، كان يأس. يعني بص للهرم تلاقيه الفراعنه دول متقسم. اسسوا الاركتكتشر في العالم كله، وهم اه. الاساتذه في زي ما يقولوا بايونيرز في المجال ده. فعادي ان انت تلاقي مقاول يبني لك بيتك، او يبني لك شقتك، او عادي، يبني هو لك الموضوع فيلتك. مش ولكن صعب. اللي مش عادي، او الليفل الاحلى، مم. انه يكون مريح ليك. يعني كل الناس هو نفسها تبقى عندها بيت، بس مش كل الناس عندها بيت مرتاحه فيه. بالظبط. يعني انا عملت البيت بتاعي وهسكن فيه حلو جميل، امم. لكن انت ما تروحش البيت عشان تنام وتصحى وتمشي. انت بتعيش في البيت ده، وولادك بيعيشوا في البيت ده، واهلك كلهم بيشوفوا. لهم الحد الادنى من الراحه. الحد الادنى ليه؟ ما انا عندي السكيل اللي انا اقدر احط فيه كل حاجه انا عايزها، ومش لازم عشان ما احط هي فيه دي كل حاجه انا ميزه عايزها ان انا انك اصرف ما هي ملايين. دي ميزه انك تلجأ بقى لمهندس دارس وعارف هو بيعمل دارس، ايه. هي الفكره. انا دلوقتي لما اروح لدكتور بروح له عشان انا تعبان، صح. فبسيب نفسي ليه خالص. بيقول لي اعمل واحد اتنين تلاتة، فانا هعمل واحد اتنين تلاتة، فيعني هبقى كويس. امم. مش هروح للدكتور اقول له اكتب لي دواء وكذا كذا كذا، واكتب لي مضاد حيوي امتى. انا رحت له ليه؟ امم. فهو الدكتور فاهم انت ايه المشكله عندك، وايه الحل الامثل ليها. امم. عايز دواء هيدي لك دواء، عايز عمليه هيعمل لك عمليه. فهو فده ده ادرى. ده ادرى بشغله بدنيته. اول سؤال هيسالهوني هواياتك ايه؟ ايه تاني ممكن مهندس الديكور يسالني اعرف ان لا ده راجل فاهم؟ زي ما قلت لك، هيعرف اللايف ستايل بتاعك عامل ازاي. آه الالوان اللي انت بتحبها ايه، اللي هي احنا بنسميها الكالر بليتس بتاعتنا. بنفهم العميل بيميل اكتر لالوان ايه، عشان ما امم. نيجي نعمله ديزاين ما يعملوش ديزاين اكستريم، او ديزاين بعيد خالص عن دماغه. امم. لا، ما احنا الكلام ده دي كلها تيبس او نقط بنحطها عشان نفهم العميل بيحب ايه، ما بيحبش ايه، بيحب الوان عامله ازاي، امم. ستايل بتاعه اخباره ايه. امم. المود بورد بتاعتنا لازم نحطها برضو في الاول. مودك عامل ازاي؟ انت امم. بتحب الستايل المودرن، عايز الوان مفرقعه، ليا واحد عايز. صاحبي اتفضل. بيحب الالوان الغامقه جدا. حلو. هو بيحب الغوامق يعني. حلو. فجاله حد بيعمل له بيته، مش عارف بصراحه ده كان مهندس ديكور ولا ايه، بس ده لو مهندس ديكور يبقى حرام عليه يعني. مم. عمل له البيت كله كحلي، في اسود، مم. في الوان غامقه، الوان غامقه صعبه. يعني انا دخلت اوضته، ايه يا ابني ده؟ انت لو قاعد في محكمه مش هتبقى بالكآبه دي. ما هي المشكله، انا العميل بيبقى بيحب حاجه، امم. لكن انا عليا اللي انا اوجهه. مش معنى ان انت قلت لي ان انا بحب الالوان الغامقه امم. يبقى انا همشي في البيت كله غامق 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 غامق. لا، لازم احط لك تاتش في حاجه معينه. لكن ما ينفعش الشقه بتاعتك صغيره، امم. الشقه بتاعتك الاوضه بتاعتك صغيره، اروح امم. اعمل لك الحيطه لونها اسود، الحيطه لونها كحلي، الحيطه لونها غامق.
الكلام ده كله هيصغر لك شكل البيت وهيضيق هيكئبك. لك البيت ويكئبك هيكئبك بصراحه، مع وما ان هو ده كان ينفعش طلبه وندم لما عمله، طلبه. بس ما سمعش كلام الدكتور، فاهم لا يعني. لا، ما هو طلبه ده إيه؟ يعني لو هو بيحب حاجات غامقه ممكن يلبس حاجه غامقه، ممكن يعمل يعني تمام، لكن لما يعيش في فيها. البيت قدامه على طول الموضوع بيبقى صعب. احنا ممكن نعمل حاجات غامقه اه لكن في حاجات كبيره، ريتاتشز. او حاجات كبيره واسعه، شقه كبيره ماشي، اعمل فيها اوضه عامله ازاي تبقى حسب المود اللي هو بيحبه، لكن مش هعمل الستايل العام بتاعه كله غامق. احنا مش في مسلسلات، احنا اه الناس بتتفرج على افلام ومسلسلات، فهم بنوا الباك جراوند بتاعتهم على اللي هم بيشوفوه. لا، الناس مش عايشه العيشه دي خالص. امم ولا الناس بتشوف المسلسلات الاضاءه خافته والبيت الاضاءه على طول، مفيش اضاءه خالص. لا. للاسف فعلا، تصدق فعلا اه كل الناس بتاخد الريفرنس بتاع الديكور من المسلسلات، ده مع ان ده على الواقع طبيعي. ديكور المسلسلات ده كله بيبقى لازق يعني، فك اه وتركيب يعني. ومش حقيقي، ومش حقيقي بالمره، يعني ومش هتعرف ما تعيش تعرفش تعيش فيه. فيه، صح يعني بالظبط. الإضاءة الخفيفة قوي دي، انت ازاي عندك عيد ميلاد في البيت هتعيش الناس على إضاءة خفيفة، الناس هتنزل تمشي تخبط في بعض في هتنزل البيت. الكشافين من بعد الناس بقى. هتمشي تخبط في بعض، فالموضوع بيبقى بايخ بايخ، بايخ والعميل ما جدا. بيبقاش عارف، بيبقى عميل ده فاكر ان ده صح، امم فده مش الصح خالص. طيب انا النهارده مثلا عايز اعمل بيتي، فانا مم. المفروض ان انا مش عارف ايه الجديد او ايه الترندي، او انت من وجهة نظرك ايه الجديد او ايه اجمد صيحة في عالم الانتيريور ديزاين؟ بص، انا عندي فلسفة كده غريبة شوية. انا ما بحبش الويفز او الترند اللي امم بتطلع. في حاجات جديدة بتطلع حلوة، امم بتبقى زي الثوابت بتاعتنا، امم لكن ان انا اقول لك دلوقتي تعالى نعمل بديل خشب ده شكله جامد جدا، امم ماشي حلو لفترة معينة، امم وبعد كده مش هتلاقيه. امم يعني احنا طلع عندنا الليد لايت، يو الناس كانت الناس عاملة في ماشية عاملة الاسقف حاجات بقى غريبة. الشكل مش عارف عامل ايه في السقف، اه وشكل الكتريك، وشكل مش عارف، فالشكل بيبقى سيء، بايخ. بايخ جدا، وكتره بيبقى وحش، دي حقيقة. وهم يعني ما فاكر لما يعمل كده ان هو هيبقى عامل عامل احدث احلى حاجة. حاجة واحدث حاجة، امم في الواقع ان هو بيبقى عامل حاجة بتبقى قدام بيندم عليها وبيشيلها وبيتكلفوا اكتر لما يجي يشيلها. امم ففي حاجات بتبقى حلوة جدا، ستايل بيبقى لذيذ وهادي وسيمبل ومتزن كده في نفسه. في حاجات بتبقى اكستريم، تبقى اوفر. موضوع اوفر قوي، بيبقى الشخص بيبقى فاكر هو يعمل بانوهات في كل حيطة في البيت. ده احنا مش عايشين في استوديو. اه صح انا كده. مش عايش في متحف، انا مش عايش ايوه. في متحف عشان اعمل بانوه في كل حيطة جنبي. انت بتميل للذوق السامبل اكتر. سيمبل احلى حاجة. امم وطبعا في اذواق تانية حلوه، لكن انا كذوق انا بحب السيمبل. لكن لما يجي عميل يقول لي انا عايز اعمل كلاسيك، عميل راجل كبير في السن او حاجه عايز يعمل كلاسيك، كلاسيك تحفه. امم الشغل الكلاسيك مش اي قيم حد جدا. يعمله، اه مش اي حد يعمله. قيم جدا اه بصراحة. وفي فخامه، وفي رقي رقي وفي كده، ما تحضر. لا لا، بيبقى في حاجات حلوه جدا. انا النهارده عميل وقعدت معاك، انت خدت مني البريف وسمعت كلامك وخلصت لي البيت. بنسمع مصطلحات في طريقة بقى الفاينانشال، يعني يقول لك ايه، برضه انا ما بفهمهاش دي، مم. بالباقة. انت اه انت عندك باقة ب1000 وباقة ب2000 وباقة ب3. اوكي. فاجي اسأل، يقول لي الباقة دي فيها ايه بقى؟ ارضيات وحيطان وسباكة ونجارة ونقاشة وفرنيتشر احيانا. م- م. طب انت يا معلم، انت لو واخد MBA حسابات مش هتعرف تعملها. مش هتعرف تعملها. م. ايه ده؟ يعني هل ده بتعملوها ازاي، ولا هو ده الصح ولا ده غلط ولا ده ايه؟ بص، هو شغل الباقة وشغل الباكج يعني زي ما بيقولوا، في مهندسين بيعملوها، وانا بصراحه ما بفضلهاش ولا مع عمري عملتها يعني. ليه غلط؟ هي انا في رايي، يعني هم في رايهم صح، انا في رايي ان هو مش احسن حاجه. ليه؟ يعني انا دي الاجابه اللي انا كان نفسي اسمعها منك. انا حاسس اه ان ده شغل اللحوسه يعني، بالبلدي يعني هو مع احترامي كده. ليهم كلهم، هم اكيد حاجه هتقع منهم. بيديك باقه يقول لك انا هعمل لك باقه الالترا سوبر لوكس ب 7000 جنيه المتر، انت الشقه بتاعتك 100 متر، يعني الشقه هتكلفك 700,000 جنيه. جميل، حلو. اوكي. هيقول لي تمام، هيقول لي انت الباقة عندك انكلودز الكهرباء بتاعتك، السباكة، السيراميك، الجبسون بورد، الدهانات، الخ بقى. اه فانا
وانس ان انت تمام اوكي مفيش واتفقتوا على كل حاجه، وبتبقى طبعا انكلود فيها النسبه بتاعه المهندس والمكتب كل والكلام ده حاجة كله بقى. كله. اه فانت اشتغلت، حصل تاني يوم مشكله، الدنيا زادت، الاسعار زادت، اه واحنا في مصر الحمد لله كل ربع ساعه الدنيا فيها الاسعار انت مش اب اند عارفها، داون. انت مش عارفها. اه فانت مضيت عقد وهو ملتزم بيه، اه فال 700 الف جنيه دول مش هيتحركوا جنيه. انت ما بقولش طبعا ان كل المهندسين بيعملوا كده، لكن معظم المهندسين مش هيخسر، لا انا شايف ان ده غلط. مش هيخسر. مش هيخسر. تمام، هيعمل ايه؟ بالظبط. هيجي عليك انت. هيجي على كواليتي الشغل. بالظبط. انت مش هتعرف. لا لو مهندس عايز ما انت مش يخليك ما هتدوق تعرفش، السيراميكا، ما انت ما تعرفش اصلا لو السيراميكا دي مهندس بتقيم ازاي. بالظبط، المهندس لو مش عايز يخليك تعرف مش هيخليك تعرف. مش معنى كده ان المهندسين كلهم اللي بيعملوا الباقات دول بيعملوا نفس الكلام، لا، في مهندسين محترمين وكل حاجه، لكن السيستم نفسه مش صح. هيجبرك على ده. مش صح، ومهندس ايوه مش هيخسر، مش هيعمل شغله يخسر فيه. دي كده كده. الطريقه دي في الشغل بتعمل مشاكل كتير بين العملاء وبين المهندسين وبين المكاتب، مم. واحنا شفنا كتير يعني. انا بروح ساعات لمعاينات انا وبتبقى فيها حصل مشاكل بين عميل ومهندس. حضرني مشكله مره. حد كان بيشطب شقته، كان برضو جاي من بره يا عيني مش فاهم حاجه، فاتقال له باقه، فلقى يعني انتوا هتشطبوا لي الشقه ب 700,000 زي ما انت بتقول تمام، مثلا. اتفضل. فتمام ماشي، هو مش يعني تمام. مم. بعد ما خلص، عشان المهندس محترم، اوكي. ركب له كواليتي كويسه. احنا بصراحه يعني هو بيحكي لي، قال لي انا شكيت فيه طبعا يعني. خلى السباك يجي يبص، وخلى مش عارف يجي يبص وبتاع، لا حاجه كوت مقبوله، مقبولة. مش وحشه يعني. اوكي. ولكن راح له قال له احنا عندنا اوفر كوتيشن 400,000 جنيه. ليه؟ قال له اصل الاسعار غليت. بقت مشكله. العميل طبعا. مش عامل حسابه، والتاني يعني عشان عنده ضمير فعمل الكويس، ما رضيش يخلص الحسبه بنفس المبلغ. بص هو ده، خلقنا مشكله من ما فيش. ده الصح ايه؟ هقول لك انا، اللي هو عمله ده في جزء صح في جزء غلط. مم. الجزء الصح ان هو الراجل ما خالفش ضميره وعمل الشغل بكواليتي محترمه زي هو متفق معاه. مم. الجزء الغلط اللي هو كان لازم يقف معاه ويفهمه قبل ما يعمل اي حاجه. احنا عندنا حصل تضخم، عندنا اسعار زادت، عندنا كل الماتيريال زادت. مواصفات المهندس الشاطر آه. اكتب ورايا. لا، هي بيبقى والله مش مهندس شاطر، هو المهندس المحترم الواعي. محترم. اه ده بيبقى راجع لتربية صح. المهندس والبيت اللي هو خارج منه. انت في الاول في الاخر في الشغل، بص احنا كلنا عملنا اخطاء في الشغل. ده طبيعي. ده ما فيش مهندس لكن بتتدارك وصل. الخطأ ازاي؟ بالظبط، انت حتى تدرج الخطأ او اتعلمت من غلطك ده، عملت ايه، ما عدتوش مرة تانية، ده اللي بيطلع مهندس شاطر. انا في شغلي حصل معايا مشاكل كتير جدا. اه ما بقولكش ان انا من اول ما اشتغلت من داي 1 كنت اجمد واحد في الفيلد وكنت بعمل، لا، لحد دلوقتي بيحصل مشاكل وده طبيعي جدا. اه وبنرجع نحلها، بس الفرق بقى انت بتحلها ازاي، بتتعلم من الغلط ده عشان ما يتعملش تاني ولا لا. اه فهو لما عمل كده، في الغلطة بس اللي هو عملها ان هو ما ما بلغش وقفوش، قال العميل. له خد بالك في خلي بالك زياده احنا حصل. فالبادجت هتنط وخلي بالك بالاكس احنا في الواي. العقود بتاعتنا دلوقتي لما بنعملها بنحط بند او بندين صريحة جدا ان لو المواد الماتيريال زادت، اسعارها زادت، لازم الكوتيشن نبلغ هتزيد بنفس النسبه. بالنسبة وبنبلغ العميل. لازم بيبقى فيه ايميل للعميل او واتساب او اي مراسلة بأي نوع ان اللي حصل 1 2 3 والاسعار زادت. فلازم بيديني موافقة كتابية عن ان مم. هو عارف ان الاسعار زادت فالكوتيشن هتزيد. مم. فده كده ده لازم يحصل من الاول. طيب الصح بقى ايه؟ يعني المفروض طريقة الحساب اللي المهندس الشاطر يحاسبني بيها بشكل اللي هو ايه؟ ابقى فاهم. بص هقول لك، احنا عندنا طريقة تقريبا 3/4 المهندسين في مصر شغالين بيها، اللي هي الكوست بلس. كوست بلس دي بتبقى ليا وليك. يعني ايه؟ انت دلوقتي عايز تعمل بيت بيزك، ما مم. فيهوش اي حركات، وما فيهوش اي ديكور، وما فيهوش اي مم. يعني ما فيش اي حاجات زياده تعملها يعني. هتشطب العادي. بيزك اللي هو الناس كلها عايزاه. مم. خلاص، فانت عايز تصرف في حدود كذا، معاك اكس عايز تصرفه.
جميل. فتمام، المهندس اللي هيجي لك هيعمل لك الاكس ده، انت مثلا عملت ب 500,000 جنيه، عايز تعمل معاك 500,000 جنيه، عايز تعمل الشقه بتاعتك، هيقدر يعملها لك ب 500,000 جنيه. وانت تبقى معاه من داي 1 في كل حاجه، بينزل يشتريها، بيبعت لك فواتيرها، ممكن انت تنزل معاه تشتريها لو حابب. طبعا هو وظيفته ان هو يشتري لك الحاجه ويوفر لك كل الماتيريال ويوفر لك كل حاجه، وفواتير. فواتيرك ودنيتك كلها. ولازم وتراجع معاه اه. وتقعد معاه وتشوف وتسال لو انت في تراست بينك وبين المهندس مم. هتلاقي الدنيا بسيطة جدا وسهلة. لو مم. مفيش تراست هتلاقي الدنيا متلعبكة شوية. مم. الناس ممكن تلعب لك في دماغك، تقول لك ده بيضحك عليك، تقعد تدور. انما الفواتير ما فيهاش ما بقى، فيهاش خلاص خلاص، انت انت راجل. صح. الصح صح. فاحنا صح. بنشوف الفواتير، بنشوف الدنيا، خلاص تمام. وقبل ما بنعمل اي حاجه بنبلغ العميل ده انا عندي دلوقتي داخلين في بند الكهرباء، هيقول لي اه. بند الكهرباء هيكلف كام، هقول له هيكلف 50,000 جنيه. اه. تمام، يقول لي تمام. والصنايعي الكهربائي هياخد 20,000 جنيه. اه. فالبند ده كله على فالكهرباء بعض ب70. 70,000. اه. ديل، هيقول لي ديل. اشتري الحاجة طلعت بدل 50 طلعت 48، اه. هو الكسبان في الآخر. صح. طلعت 52، ما هو برضه بيبقى في بيته وانا هي راضي. حاجته. انما انا مش عمياني زيت في لا لا عبيد. لا لا بكسبك في الشغل، في المصنعيات، في لا لا كله لا. داخل في بعض ومبقاش فاهم حاجه. خاصه كمان هقول لك على حاجه برضو يا مصطفى، يعني في نوعيه من العملاء زي انا لو عندي فيلا مثلا 600 متر 700 متر، هتخش لها تشطيب في 2 3 مليون جنيه. 2 مليون ده مش موجود دلوقتي. اصلا يعني لا ممكن لا نخش مثلا في لا 6 لا 7 تشطيب. فانت النهارده ده رقم كبير جدا. مم. فان اديتني بادجت على بعضها كده، مكسبك بالرو ماتيريال بالمصنعيات بي طبعا مش هشتغل. وانت مش عارف، العميل مش يعني انا عارف اقصد اللي ايه؟ جوه الارض ده ايه ولا في الحيطان ده ايه، يعني هو بالظبط. مش يعني فاهمها. انا كعميل مش هبقى مرتاح بطريقه الحساب دي تماما. فلو انت عايز النوع ده من الشغل لازم تشتغل على صفحه بيضاء زي ما بيقولوا. وبيريح، يعني الكلام ده كله بيريح ليه؟ بيريح في طريقة الحساب مع المهندس. المهندس بيقول لك انا باخد برسنتج معينة، هتتفقوا عليها انتوا الاتنين. امم. كل مكتب على حسب شغله وعلى حسب السكيل بتاع الشغل بتاعه وعلى حسب الاكسبيرينس بتاعته بيقيم نفسه وبيحط النسبة بتاعته. الريت الكويس من ايه لايه؟ والله هو المهندسين لو لسه راجل مهندس بادئ حياته ولسه بيشتغل، فهيبدأ مينيمم 15%. which is return on investment 15%، او هامش ربح 15%. ده كبدايه كويس. وال 15% ما حدش يتخيل المهندس بياخدهم في جيبه. اه. ليه؟ انا دلوقتي راجل مهندس عندي 2 سايتس 3 سايتس مثلا، اه. مش هقدر انا لوحدي اشتغل في الثلاثه في فطالع نفس منها الوقت. مرتبات مشرفين بقى مشرفين، ولو في مهندس كمان، ولو في عمال انت ولو في مقعدهم. حد اوتوكاد ولا حد مش عارف ده غير ايه. الديزاينز، ده غير اه. لا الكلام ده كله يعني بيطلع المهندس في الاخر حاجات اللي هو بسيطه. حاجات بسيطه. المهندس اه. بيبدا يكسب لما سكيل الشغل بتاعه يكبر. اه. لكن 3 4 شقق في السيزون ما يعملوش معاه اي حاجه. اكنه اه. شغال في شركه بياخد مرتب. اه. اللي شغال في بس. شركه بياخد مرتب بيبقى مرتاح البال عنه. امم. ليه؟ ما عندوش مشكله، هو كده كده بيشتغل عادي، يشتغل كويس يشتغل وحش، في هو اخر الشهر مرتبه. بياخد المرتب بتاعه. امم. لكن صاحب الشغل لو في غلطه قد كده حصلت في اي حته هو بيشيلها، امم. بيشيل الريسك بتاعها وبيشيل التكلفه بتاعتها طبعا كلها. ما هو المسؤول الاول. وده يعني ده امم. في الطبيعي في النورمال ان هو المهندس المسؤول عن الموقع هو اللي بيشيل كل حاجه. بصراحة يعني أنا شايف إن دي أفضل طريقة ممكن يتعامل بيها مهندس ديكور بروفيشنال مع كلاينت. هو يعني دايما الكلاينتس الاي كلاس بتحب التفاصيل وبتحب اه تبقى طبعا. فاهمة، ما بتحبش تاخد إيه يعني تشيل سمك في مية زي ما بيقولوا. يعني أعتقد دي أفضل طريقة ممكن مهندس ديكور ناجح يقدر يحقق نجاح ويقدر يحقق حجم طلب من اي كلاس كلاينتس. يعني خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، هنطلع فاصل وراجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الجميل باشمهندس الديكور العظيم مصطفى مهدي. ازيك يا مصطفى؟ ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله تمام. كنا بنتكلم قبل الفاصل في ازاي الكلاينت يقدر يعرف مهندس الديكور الشاطر، ازاي نقدر نختار الديزاين، ازاي احنا كعملاء نختار مهندس ديكور. اوكي طيب انا النهارده بقى هتبنى وجهة نظر المهندس اللي هو انت. تمام. مطلوب مني كعميل اكون عامل ازاي معاك؟ دي اول قعده وانا اتعرفت عليك، سواء كان خدت امبريشن سوشيال ميديا او حد عمل ريكومنديشن ليك وورد اوف ماوث واتقابلنا اول قعده. حلو. مطلوب مني انا كعميل اني اكون عامل ازاي عشان اخد احسن جوده منك؟ بص، هو اول حاجه
العميل هو اللي جه للمهندس، تمام، مش المهندس هو اللي راح للعميل. مش معنى كده ان المهندس هيتحكم في العميل زي ما هو عايز او يعمل له اللي هو عايزه لا، هو العميل زي ما احنا بنقول كده الزبون دايما على حق. لكن العميل لازم يفهم ان هو راح لمهندس فاهم، وهو اللي اختاره بنفسه، وهو اللي عارف وتراستد قوي فيه، فهو مش هيغشك او مش هيضحك عليك او مش هيقول لك حاجه احنا وحشه. خلاص اخترنا مهندس كويس خلاص بقى. انت اوريدي عملت الريسيرش بتاعك وقارنت بين المهندس ده والمهندس ده والمكتب ده والمكتب ده، فانت اوريدي عامل بيز واقف عليها، وعارف ان المهندس ده هو اللي كويس، هيحقق لك يصلح النيدز لده. بتاعتك. جميل. فاول حاجه لازم يبقى في تراست بين المهندس والعميل. جميل. لازم العميل يفهم ان المهندس عارف حاجات اكتر منه، اكيد هو رايح له عشان كده. فلما العميل ممكن يكون في متخيل حاجات مش صح، او متخيل ان هو لما يعملها او زي ما معلومات انت مغلوطه زي ما انت قلت لي ان واحد صاحبك عمل الشقه بتاعته كلها غامقه، فهو حابب الغامق وحابب الغامق، لكن لما تيجي في الارض الواقع لما تتعمل هتطلع شكلها، تعيش فيها تحس انت عايش في هيبقى ابديت شكلها في الدنيا. هيبقى شكلها سيء جدا. جدا. فانت لما بتقول لازم المهندس طبعا هيقعد يسمعك ويسمع فكرك اخباره ايه، وانت بتحب ايه زي ما أنا قلت لك في الاول، واللايف ستايل بتاعك عامل ازاي، واولادك، هيسمع كل ده، وبعد كده هو يبدا يحط الستبس اللي هيمشي عليها. والستبس اللي هيمشي عليها بيقولها لك وبيقعد معاك، طبعا بيبقى في كذا ميتنج بتقعدوا مع بعض بتفهموا الدنيا كلها من بعض، لازم بيفهمك كل حاجه، بيفهمك البروسيس بتاعت الشغل عامله ازاي، كل ده بتتفقوا عليه من الاول. لكن العميل في عملاء بتعمل حاجه انا برضو ما بحبهاش شويه، انا العميل بيحكم رايه في حاجات تبقى غلط. المهندس بيقول له لا، الحاجه دي لما تعملها هتبقى مش حلوه، الحاجه دي لما تعملها هتطلع البيت بشكل وحش. لا، العميل مصمم عليها، العميل مصر ان هو يعملها. بتعمل ايه في الموقف ده ساعتها يا مصطفى؟ والله بص، على حسب الحاجه، لو الحاجه كريتيكال قوي او حاجه هتبقى هيوج، بيبقى الافضل ان هو يروح لمهندس تاني متبني الفكره دي، عشان انا مش هقدر اعمل حاجه مش مقتنع بيها. مش مقتنع بيها، ومش قصه كمان مش مقتنع بيها، هعملها وتطلع وحشه، وعلى اسمك في وهعملها الاخر. وفي الاخر هيبقى في المشروع الاخر البروجكت خارج من تحت لما ايد مصطفى يجي انت مهدي. تخش المكان تحس ايه ده، هو مين المهندس اللي عامل لك ده؟ هتقول له مهندس كذا، هو طبعا مش عارف ايه اللي حصل، ولا هو العميل اللي كان طالب، وهيقول لك طبعا مين المهندس اللي عمل لك الكلام ده؟ لا، المهندس ده ضحك عليك، او المهندس ده ما بيفهمش او كذا. طبيعي. فدي طبعا يعني على طول في السمعه بتاعتك بتخبط. وهو العميل ما بيقولش للناس لا ده انا اللي كنت عايز كده، وانا اللي كنت طالب الكلام ده من المهندس، والمهندس ملوش دعوه، والله ده قاعد صحيح. ينصحني وانا قلت له أكيد مش هيقول له لا. كده، لا. لا، ما بيقولش الكلام ده. فلما بيحصل حاجه زي دي بنحاول نهندل العميل، نحاول نوجه العميل صح. العميل ما توجهش، هي على حسب بقى سكيل حاجه صغيره مش هتاثر معايا على الشغل كله، بعديها. لو حاجه كبيره لا، ما بتقف عليها. ما بنقدرش نكمل، بيبقى في مشكله. ده مش معنى كده ان انا راجل ديكتاتور او لا ان طبعا، انا بفرض رايي على العملاء، لا. يا هعمل الصح يا مش هعمله، يعني لو حاجه انت رايح لمهندس واثق فيه، واثق في ذوقه، واثق في اختياراته، واثق في الكواليتي الشغل بتاعه، فانت زي ما قلت لك في الاول انت رايح لدكتور بتسمع كلامه. مش معنى كده اللي انت بتسيب نفسك، لا، المهندس لازم، المهندس ما بيعملش البيت على ذوقه، بيعمل على ذوقك انت، بيعمل على ذوق العميل، بس بيعمل لكن الصح بطريقه علميه هندسيه. هندسيه، راجل فاهم ودارس بالكلام ده ايه. مش هتقول له لا انا عايز بانوهات كتير فيعمل لك بانوهات كتير، لا، ممكن يحط لك تاتش بانوهات لذيذ في البيت. الاضاءه، انت بتحب الاضاءه الخافته، ماشي اوكي، الاضاءه اللايت بس دي يعمل لك اوبشن تاني اوبشن تاني لما تحتاج بتلاقي. آه. مش معنى كده ان هو بيزود لك حاجه او بيفرض عليك حاجه، لا، هو بيعمل لك الصح. ان انت في يوم من الايام لما تتزنق وتحتاج الحاجه اللي هو قالها لك دي، تقول ايه يعني الله يبارك بالظبط، الراجل فادني وفعلا كانت وجهة نظره صح. لما بقول للعملاء حاجات بسيطة، يعني لما اقول للعملاء اعمل كشافات طوارئ في البيت او حاجة، يا ملهاش لازمة ومكلفة وغالية شوية، النور هيقطع عندك. احنا عندنا النور بيقطع كتير، بره البيت والولاد حصل في البيت لوحدهم. لما يحصل بقى النور يقطع والدنيا تشتغل وانت تتزنق في موقف زي ده، تقول طب كويس ان انا سمعت كلامه. ده اللي انت المثال اللي انت ضربته بتاع الكشافات الطوارئ ده، بالفعل مهندس الديكور انا ما كانش في بالي خالص وانا بشطب يعني، وفعلا مهندس الديكور نصحني بيه ونسيت ان احنا اتفقنا على ده،
وهو خلص الشقه وسلمني وبتاع، وما حصلش ان انا كنت قاعد في الشقه والنور قطع فشفت الحركه. فلما النور قطع بجد لقيت مراتي بتكيف تليفون بتقولي في لمض والنور قطع منوره في البيت. فانا هنا اكتشفت ايه، طب شغلوا قرآن بقى يا جماعه. الدنيا كده. بعدين كلمته في التليفون قال لي احنا كنا متفقين ان انا اعمل لك كشافات كهرباء. قلت له طوارئ الله على يبارك طول. لك. طبعا الله دي يبارك مهمه لك. جدا. والله دعيت له. ده ما هو ده مهندس، يعني المهندس فاهم النيدز بتاعت العميل والحاجات الاساسيات اللي ما ينفعش دلوقتي، في اساسيات ما ينفعش نغفل عنها، زي الكهرباء دي، زي الحته زي دي. الكشافات الطوارئ دي طبعا مهمه. زي تاسيس التكييفات، ما بقاش زي الاول بقى اجيب التكييف بتاعي احطه في اي حته في البيت وامشي بقى الماسوره الأبيض ده. ماشي في اي حته. لا انت شكل عشوائي ليه جدا. هتتكلف شويه في الاول، لكن في الاخر هترتاح ويبقى شكل البيت حلو وانا رايي ان شويه التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتعمل بتفرق مهندس عن مهندس، بتفرق طبعا. بيت عن بيت. طبعا لما حد يخش لك ويلاقي بيتك منظم، بيلاقي انا دخلت البيت بتاع واحد بيت كبير وحلو وجميل جدا، زحمه. انت تعرف اقول لك على عامل حاجه، بإيه؟ يعني انا بحب جدا البيوت اللي لما اخشها احس براحه نفسيه. هي بتفرق هي على دي. حسب العميل نفسه. العميل نفسه زي ما قلت لك، العميل بيحب ايه؟ العميل بيحب الالوان الهاديه السيمبل، ولا العميل بيحب الالوان الجريئه المودرن اللي فيها يعني بتبقى كاتشي كده شويه؟ الموضوع بيبقى ديبند على العميل نفسه. شاب لسه متخرج من الجامعه م. مش عارف يعمل ايه، بس عايز لما يبقى عنده 30 سنه او 31 سنه في سنك كده يكون حقق ذاته. حلو. لو هتنصحه تقول له ايه؟ هو اول حاجه لازم يعرف هو بيحب ايه. آه. لازم يفهم كويس جدا هو بيحب ايه. انا راجل متخرج من هندسه زي ما قلت لك سيفل، ما حبيتهاش. ما حبيتش الشغل فيها، الخرسانات والموقع طبعا انا شغال في مواقع، لكن بتكلم الموقع الخرسانات مختلف عن موقع التشطيبات. طبعا انا حبيت التشطيبات اكتر. مم. يعني انا في الاول خالص، في اول قبل حتى ما اتخرج، فاهم مسيرة. قبل ما اتخرج حتى، يعني جربت في شقه اخويا، عملتها له طبعا، بهدلتها له. طبعا يعني بس رجعت يعني رجعت عملتها له. دلوقتي اللي بوصلك تمام كام اتفضل. لا رجعت عملتها له الحمد لله. لكن يعني جربت فيها وعملت حاجات واشتغلت واتبهدلت وسافرت ورحت شغل وسبت الشغل ورحت شغل تاني وسبته ورحت شغل تالت وسبته. ده العادي. ما ينفعش واحد يشتغل في حاجة ما بيحبهاش، ولو اشتغل في حاجة ما بيحبها، يعني بيقول لك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. ماشي، انا لحد ما تلاقي الافضل. بس هو انت لازم تبقى عارف الباشن اللي جواك لايه. يعني ما ينفعش انا راجل دلوقتي مهندس، انا راجل مهندس وشغال في الفيلد وتمام، ما ينفعش ان انا ابقى مش مهتم بالهندسة، مش مهتم بيها. لا، انت مش مهتم بيها، شفت على طول. مش هيجي لك الباشن بتاع الشغل، يعني مش هتحبه خلاص. حتى تتعلم الجديد، تشوف المهندسين ايه الجديد. عموما، المهندسين يعني انا سمعت كتير المهندسين بيعملوا يعني 90% منهم او 95% منهم ما بيكملوش في شغل الهندسة. شفت كارير على طول. ليه؟ ان الهندسة عموما مش شغل. الهندسة طريقة تفكير. هو طبعا الناس كلها بتقول المهندسين يعني اعلى من الناس، هم بيتريقوا على المهندسين ان المهندسين تفكيرهم هم شايفين نفسهم اعلى من الناس، وفي البشر مش عارف رجاله وستات ومهندسين، وبيحطوا بيبقى حاجات لذيذه. بس هو فعلا المهندس لما بيشتغل يعني في الدراسه بتاعته، الهندسه طريقه تفكير، مش حفظ وقوانين وتطبيقات وحاجات وتعملها. لا، طريقه تفكير. انت تفكيرك على طول متجدد، على طول بتشوف الحاجه بطرق مختلفه او بمنظور مختلف. نظرة الناس بالظبط. هو ليه؟ عشان انت في الكليه نفسها كنت بتعمل كده، انت عندك منظور افقي كنت بتعمل كده. كنت في الكليه صح. نفسها يعني دي حياتك. ايوه. فمحدش يزعل المهندس بيقول له لا، انت اللي انت شايفه ده انا شايفه من زاويه تانية مش هيبقى حلو. صدقوا، عشان فعلا هو شايف كده، انه يكون عنده قبول للواقع الحالي اللي هو فيه، وانه ما يقلقش من التذبذبات او عادي. التوترات. مفيش حياة ستيبل، ولا مفيش حياة هتمشي زي ما انت عايز، ومفيش دنيا هتمشي زي ما انت مخطط لها دايما. لا، هي حاجات كلها بتسهيل ربنا، وربنا طبعا بيوجهك للأحسن، لكن عليك اللي انت تسعى.
السعي، واللي انت تشوف الهدف بتاعك عامل ازاي، والهدف بتاعك فين، وتسعى ليه، وتقعد تتعلم وتغلط ومش مشكلة، وتقوم تاني وتتعلم وتغلط تاني. صعبه يا مصطفى. طبعا مفيش حاجة سهلة، اه يعني مفيش حاجة، محدش هياخد حاجة سهلة. يعني اللي متخيل انه هيخرج من الجامعه ان شاء الله سنتين ثلاثه كده ويعمل فلوس لا بقى وبتاع، لا. لا لا، احنا تعتمد اوريدي. على ايه في المقام الاول؟ يعني لو في ميزه لازم تكون في شخص المهندس اللي بيبدا حياته. تعليم، يتعلم 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 يتعلم. احنا لحد يعني انا صغير في السن مش كبير، بتعلم كل يوم حاجة. بغلط، مش مشكلة، ايه المشكلة؟ بس لما بغلط بتحمل غلطي، اه يعني ما غلطش في حق الناس. لا ما غلطش وشايلها للكلاينت، او شايلها للعامل البسيط او للصنايعي. لا، انت راجل محترم الحمد لله، ربنا والله يا يخليك، مصطفى، دي ربنا حقيقه. يخليك. بس في حاجات انت بتاخد فيها اكشن، وفي حاجات لازم تشيلها انت. ما ينفعش العميل اللي يستلم حاجة اه حتى لو انت هتخسر فيها. لو انت هتخسر في البند ده بس او هتكسب حاجة، زبون، هتكسب واحد احترام. يمشي بعد يتكلم عليك كده كويس. بعد كده كل يتكلم يقول مره لك حد يخش المهندس بيته. ده عمل لي حاجه كويسه، المهندس ده مم. ربنا يبارك له حصل حاجه. العميل بيبقى واخد البيت بتاعه، مستلم البيت بتاعه الحمد لله، بيبقى الدنيا كويسه جدا ومفيش اي مشكله. يقعد 3 4 شهور سنه يكلمني يقول لي يا مصطفى حصل 1 2 3 عندي في الشقه، او في مشكله عندي في كذا. مم. ما ينفعش اقول له لا ده انا سلمتك وماليش دعوه بيك. مم. لازم هروح له وهشوف له المشكله واحلها. ولو المشكله دي من عندي اصلا من الاول، من التركيب او من الماتيريال اللي جبتها ولا حاجه، لازم هو الراجل مش هيتحمل حاجه. ده مش عشان انا مثالي، لا، ده عشان دي ربنا بعديها على طول هيبارك لي. ده مش هيبارك لك، ده هتلاقيه عوضك ضعفين ثلاثة اللي والعميل حصل. نفسه هيشوف ان المهندس ده محترم، والمهندس ده ما سابوش وهو ما تعاملش مع، ما هو ايه مش الفرق بين مهندس؟ بالفهلوة، ايه الفرق بين مش مهندس ان انا ومهندس؟ اكلته وضحكت لا عليه لا لا، ايه وعدت الفرق بين معايا. مهندس كويس ومهندس نص نص ومهندس مش كويس؟ اه ال- الحاجات اللي انا بقولها لك دي، المهندسين الحمد لله احنا في مصر عندنا مهندسين تشطيبات على اعلى مستوى، اه وعندنا شركات تشطيبات على اعلى مستوى، وكل ما شاء الله يعني احنا الفيلد مليان عندنا ناس كويسه ومحترمه جدا. اه لكن اللي بيفرق مهندس عن مهندس ايه؟ التعامل. التعامل. الطريقه اللي انت سبت بيها العميل كانت عامله ازاي، سبت التجربه بتاعتك عامله ازاي مع العميل. العميل صح. بيحب عموما، في علم انا التسويق ده اسمه اللايف اكسبيرينس او تجربتك الحياتيه مع العميل الشركه او الشخص. بيحب يشوف انا دافع فلوس. مم. يعني انا دلوقتي لو رحت اشتريت عربيه، مم. هحب كل شويه ابص عليها، متنضفه ولا لا، متلمعه، في مشكله لو اتلمست بتضايق تضايق جدا. جدا. فما بالك انت دلوقتي هتحط فلوس في حاجه انت هتقعد فيها العمر كله، مم. او هتقعد فيها لفتره ما في حياتك، فتره مهم مش قليله. اه طبعا. فبتحب تشوف ان الدنيا كويسه، معموله صح، معموله بعنايه، معموله بكواليتي نظيف. العميل بيحب يخش الشقه يشوف فلوسه في الشقه. اخر سؤال. اتفضل. يا عم اجيب مهندس ديكور ليه؟ ما انا اجيب عم احمد التشطيباطي ويظبط لي الكلام، حلو، والسباك احمد مش عارف مين ويروق الكلام. حلو. زي ما قلت لك في الاول، الواحد تقول له ايه بيروح ده بقى؟ الواحد بيروح لدكتور ليه؟ عشان علمه، عشان عنده علم ما مش عندي، فهيقدر يفيدني ويقول لي الصح ايه. بالظبط. احنا زي ما قلت لك في موروثات عندنا في الاجيال اللي فاتت كلها، ان دلوقتي ممكن نجيب اي حد ويشطب لنا، ما هي سهله. يعني هيعمل ايه؟ يعني ما بيخترعش الذره اه يعني. هو بيجيب كهربائي بيعمل له الكهرباء. هنعمل ايه يا عم؟ هنحمل باريزه هنا وباريزه هنا واللوحه بتاعتنا هنا وامشي زي ما انت. لكن ما بيجيبش واحد يقول له لا انت البيت بتاعك متقسم ازاي، لا احنا هنقسمه من اول وجديد. اه لا، الصح ان احنا نعمل 1 2 3. الصح ان احنا بنعمل ليفنج روم هنا، ريسبشن هنا، الانترنس بتاعك لا ضيق ممكن نوسعه شويه، اه المطبخ بتاعك ضيق نوسعه او نضيقه على حسب. لازم يبقى فيه حمام للضيوف، لازم يبقى فيه الاوضه يبقى فيها حتى المساحه دريسنج روم. صغيره صح. حتى لو مساحه صغيره، المساحه الصغيره مش مش حاجه عقبه. وحشه، ولا حاجه سيئه، ولا حاجه اه تخلي الواحد ما يعملش بيته كويس، لا. اه مساحات صغيره ممكن تعمل فيها شغل هايل جدا. ممكن تعمل فيها التقسيمه اللي انت هتعملها، ونوع الفرنتشر اللي انت هتفرشه في البيت بيفرق
90% في المساحه الصغيره. المساحه الصغيره ممكن تعمل فيها حاجات اكبر من المساحات الكبيره. يعني مساحه كبيره، انا لو جبت مساحه كبيره وحطيت فيها بقى عفش وحطيت ليفنج روم وصالون ونيش وسفره وعملت ايه منتهى الزحمه. خلاص انت موتت الادفانتج اللي عندك، انت ما خلاص قضيت عليها. لكن لما يكون عندك انت اشتريت بيت كبير وضيقته. ده انت مش ضيقته، ده انت قضيت على كل حاجه. اه انت لما يكون عندك بيت صغير لازم تفكر بذكاء شويه. ازاي استغل المساحات بتاعتي دي في النيدز بتاعتي. احنا عندنا برضه في الموروثات بتاعتنا لازم الريسبشن يبقى كبير، ولازم الانترنس يبقى كبير، ولازم احط في الريسبشن حاجات قد كده ضخمة. ليه؟ مين فينا بهو الاعمده. مين فينا كشباب، يعني مش هنقول ناس كبيره، مين فينا كشباب في البيت بتاعه بيقعد في ريسبشن؟ بيستخدم الريسبشن ده امتى؟ اما يجي لنا ضيوف بس. بيجي لك ضيوف امتى بقى؟ مرة كل سنه، في مره الشهر، مرتين. مرة. لا مش في الشهر ده، كل سنه ممكن. مره مرتين والله. 3. دي حقيقة. فانت ليه تضيق على نفسك في اوضه الماستر روم او الليفنج روم؟ هم سميوها الليفنج روم ليه؟ عشان نعيش فيها. انت الليفنج روم دي اللي انت دايلي قاعد فيها، بتتفرج على التلفزيون، بتتفرج على الماتش، بتاكل فشار، بتاكل بتقعد مع قاعد مع العيله الولاد. بتاعتك، بتقعد في الليفنج روم، ما بتقعدش في الريسبشن. ولا بتقعد في اوضه النوم. وفي اوضه النوم بتنام مم. بقى، بتلبس بقى، مش عارف ايه، حاجات بسيطه. لكن انت ما ينفعش تيجي على الحاجات الاساسيه اللي انت بتستخدمها كل يوم على حساب الحاجات اللي انت بتستخدمها مره ورا مرتين في السنه ولا في الشهر ولا في اي حاجه. انا شايف ان مهندس الديكور هو فكر اكتر ما هو تول بتنفذ ديكور. هو فكر ازاي يخلي البيت اريح لي انا كشخص عايش فيه. والحقيقه انا جربت التجربتين، ان مهندس ديكور يعمل لي بيتي واني اجيب صناعيه يعملوا لي بيتي. ولما جبت صناعيه بس فعلا كنت بستلم وانا مش فاهم، وكنت بدفع وانا مش فاهم. انما مهندس الديكور هو بالعقليه اللي يشرح لك احنا ليه بنحط هنا برايز، ليه بنعمل هنا كهرباء، ليه بنعمل الصرف كده، ليه الشركه دي مش الشركه دي في الكهرباء او في الميه او في سباكه يعني. بجد بجد صرفت اكتر بكتير مع الصناعيه، وما خدتش اي ريزلتس انا كنت مستنيها، واضطريت اهد البيت كله وجبت مهندس ديكور محترم انا واثق فيه. ويا ريتني كنت عرفتك قبلها والله يا مصطفى. حبيبي يعني حبيبي ده. وفعلا فرق السما من العمى. يعني انا جوازتي اتعطلت تقريبا حوالي 7 شهور او 8 شهور لان عملت البيت كله من الاول وجديد، لانه كان فعلا بشع يعني. حقيقي الكلام معاك مش عايز يخلص. حبيبي ربنا يخليك. وحقيقي انا مستمتع جدا. أنا شاب أكتر والله. صغير وناجح حبيبي. وطموح وعنده طاقة واتمنى نكون نفعنا الشباب او المهندسين اللي طالعين، الاجيال اللي طالعه جديده يعني هيبقى سمعت. هما الطبيعي ان الشباب بتسمع وتشوف اللي قبلهم مروا بايه، وما يعرفوا ان هم مش لوحدهم، ان هم مش الظروف دي ما جاتش عليهم هم بس. وبيبقى الشباب يعني طالعه من النجاح الجامعه. مش مستحيل. لا مش مستحيل خالص، انك والموضوع تعمل فلوس في السنه كويسه مش اجتهد مستحيل. اجتهد واشتغل واشتغل على نفسك وسيبها على ربنا، وربنا هيكرمك في الاخر. أحلى كلام. المهندسين ليهم فرص كتير والفيلد كبير ويستحمل واحنا 100 مليون المهندسين بنتجوز ما شاء الله. يعني احنا المصر مليانه، فالمهندسين ما تقعدش اسعى. ما يقاسوش ويقول ما فيش شغل وما فيش. لا الحمد لله البلد فيها شغل، الحمد لله. الشغل بتاعنا والفيلد ادي بتاعنا شبابنا، ادي الناس الحلوه. الحمد لله احنا الفيلد بتاعنا شغال كويس. الفيلد بتاعنا فيه ناس محترمه كتير جدا. الناس تسيبها من الناس اللي سمعتها مش كويسه او بيصدروا عن الفيلد بتاعنا. يعني في ناس كتير مشوهه الفيلد والصناعه نفسها هم بيعملوه عادي في كل شغل وفي كل شغلانه. في كل مجال في كده بيبقى فيه الصالح وفيه الطالح، في الناس الكويسه وفي الناس اللي بتعمل نفسها كويسه وهي اصلا مش فاهمه حاجه. زي ما قلت لك معظم الناس الحمد لله في مصر مهندسين كويسين، والناس بتفهم كويس جدا في مصر. الناس دلوقتي الانترنت مش مخلي اي حاجه، والناس تعرف تخش وتعرف تصحح من الغلط. الناس تعرف المهندس ده كويس، المهندس ده بياع كلامه وبيقول كلامه خلاص. لا الواحد عايز يشتغل كويس وياكل عيش بالحلال ويكسب احترام الناس ويكسب احترام اهله وبيته واللي حواليه كلهم. لازم يسعى ولازم يعامل الناس باحترام، ولازم يعامل الكلاينتس بتاعته باحترام ويفهم الكلاينتس عامل زي ايه ويدي لكل كلاينت حقه عشان ربنا يبارك له.
بس كده. والله ربنا يبارك لك انت مصطفى، حبيبي، ربنا والله يخليك. ابن ناس وشاطر وطموح، ويعني ربنا اي حد يخليك. يشتغل معاك انا متاكد ربنا انه يخليك يا هياخد رب. نتيجه مبهره يعني. ربنا يخليك يا رب. شكرا ليكم جدا، اتمنى نكون عشناها باتزان. سلام.